يا صباح الخير والسعادة عليكم. هنعمل مع بعض إن شاء الله دلوقتي تغميسة الجبنة. تغميسة جبنة تحفة جميلة وكريمي، فطار في العشاء، وجبة خفيفة مع التوست، مع العيش المحمص، مع البطاطس المحمرة، البيض المقلي. هتاكليها حتى لوحدها حاف كده من جمالها. بعد ما تعملوها هتشيلوها إن شاء الله في برطمان محكم الغلق يكون معقم. وهنشيلها عندنا في التلاجة مدة صلاحيتها لحد أسبوع، وممكن تقعد كمان 15 يوم لو التلاجة باردة قوي. طبعا تاخدي منها بمعلقه كل شويه تكون نظيفه ومغسوله. هحتاج جبنه، كميه اي جبنه انتوا عايزينها، يا اما براميلي يا اما اسطنبولي، اهم الاسطنبولي يكون احلى. وطماطميه مبشوره ناعم، وبصلايه مبشوره ناعم، ومعلقه ليمونه تقريبا معصوره، ومعلقه زيت زيتون، وشويه من الكمون، وشويه من الكزبره، ورشه بسيطه جدا جدا فلفل اسود، وزيها بصل باودر، وكمان شطه. الشطة طبعا على حسب رغبتكم، وكمية من الطحينة يعني مثلا حوالي 3 معالق كبار مليانين على كمية الجبنة اللي احنا شايفينها دي. يبقى انا كده حطيت الطحينة والجبنة والبصل والطماطم والليمون، وكمان ايه تاني، حطينا الكمون والكزبرة والشطة والبصل البودر اهو، والفلفل الاسود رشة بسيطة جدا جدا، ومعلقة زيت الزيتون هحتفظ بيها شوية، مش هحطها في الكبة. هضربهم كلهم مع بعض هيبقى ناعم كريمي. خلوا بالكم الضرب زي ما تحبي انت بقى، تحكمي في النعومة على حسب كمية الضرب. انا بحبها ناعمة لانها كل ما بتقعد بتتقل، كل ما بتقعد معاكي بتتقل، فلو خليتيها خشنة هتبقى تقيلة جدا في الاخر. خليها من غير تكتلات جبنة خالص، يعني خليها ناعمة هتبقى تحفة معاكي، تدينيها في العيش في التوست تبقى حلوة قوي. كده احنا خلصناها، بس كده سهلة وبسيطة على الآخر. بشيلها عندي في البرطمان زي ما قلنا، وبنزل عليها بمعلقة زيت زيتون على الوش، أو ممكن كمان لما تيجي تقدميها في الطبق تحطي عليها زيت الزيتون زي ما أنا بعمل هنا كده دلوقتي، وبيديها ريحة وطعم يجنن، تحفة. عايزاكم تجربوها ضروري وتقولي لي رأيكم. أنا كمان بستخدمها في حشوات، بس بعملها ساعتها مش ناعمة، بعملها خشنة شوية، بحشي بيها فطاير، بحشي بيها قرص. بتتاكل جنب القرص على فكرة برضو من غير حشو، بتبقى في كل أحوالها في منتهى الروعة. لونها شايفين لونها بينك خفيف كده. وخلوا بالكم الطماطم مبشورة يدوي علشان برمي القشرة في الآخر، والبصلة كمان مبشورة يدوي. جربوها وقولوا لي رأيكم.